يا صباح السعادة ويا رب اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة. شير لايك للسعادة وكل حاجة فيها سعادة. وصباح السعادة. كلمتين مهمين لازم تعرفهم وانت بتطلب أي حاجة من ربنا وانت بتدعي ربنا. أول حاجة لازم تعرفها وانت بتطلب حاجة أو بتدعي ربنا أو بتصلي، لازم تعرف إن ربنا غني. غني يعني إيه؟ يعني مش غني بس عنده كل حاجة، لا هو غني ومش محتاج. وبالتالي اللي انت بتعمله ده ما بيخليش ربنا عليه فرض انه ينفذ لك اللي انت عايزه. يعني انت لما بتصلي، لما بتدعي، لما بتقول اذكار، لما بتعمل، فانت مش بتحاسب ربنا جنيه بجنيه، انا عملت كذا يا رب فاعمل لي كذا. لا، ربنا بيفرق معاه النية. ربنا بيقبل اي حاجة قليلة لانه مش محتاج، فهو اللي بيفرق معاه بس النية. مش مهم انت عملت قد ايه، هو بيهمه الكواليتي مش الكوانتيتي. فهو غني عنك. وزي ما قلنا في راجل دخل الجنة لمجرد انه سقى كلب شوية مية. فربنا غني ومش محتاج، فبيهمه الكواليتي والنية. وانت فعلا وانت بتطلب عارف انك بتطلب من اللي في ايده كل حاجة ومالك كل حاجة ومش محتاج لأي حاجة. تاني حاجة ان استجابة دعائك مش لازم تبقى باللي انت عايزه او في الوقت اللي انت عايزه. ربنا حكيم وعارف كل حاجة. فربنا لما بيستجيب في الوقت الصح بالحاجة الصح. ودي يا اما يبقى الوقت والحاجة اللي انت عايزهم، يا اما الوقت والحاجة اللي احسن من اللي انت عايزه. خلي بالك وانت بتطلب اي حاجة من ربنا وانت بتلجأ لربنا، خليك متأكد انه غني. خليك متأكد انه اللي يهمه انك تكون بتطلب من قلبك وان انت مؤمن من قلبك وبتحبه من قلبك. مش مهم الكميات، مش مهم اللي هتقوله، المهم انك تقول ده وانت بيقين وطاعة ومؤمن بربنا. وتسيب النتيجة على ربنا، يا باللي انت عايزه يا باللي احسن من اللي انت عايزه، لانك فوضت امرك لله واديته توكيل. خليك مع ربنا، إن شاء الله دايما كل أمورك هتروح للسعادة. وصباح السعادة.